انا النهارده جايب لك عمل واحد بس لو تعمله تدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اهلا بكم. ينفع بقى اجيب لك عمل يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب وانت من اول الفيديو ما تعمليش لايك؟ اعمل بقى لايك لو بتتفرج على اليوتيوب، اعمل لي قلب كده على الانستجرام وعلى الفيسبوك، شير لي الفيديو من قبل ما نبدأ عشان يوصل لكل الناس وكله يستفيد. والعمل ده هنلاقيه في آية من كتاب الله، قال عز وجل: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصابرين أجرهم بغير حساب، ومن العلماء من قال أنه بغير حساب أي يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم من قال أن أجرهم عظيم لدرجة أنه لم يذكره الله عز وجل، حاجة مش هينفع نتخيلها، فهو أجر كبير جدا جدا جدا. فتعالوا نعرف يعني إيه صبر وإيه هي أنواع الصبر عشان نبقى من الصابرين. أول حاجة صديقي العزيز، يعني إيه صبر؟ الصبر إنه لسانك ما يشتكيش ربنا، وقلبك لا يسخط عليه عز وجل، والجوارح ما تعملش إلا اللي يرضيه. يعني اللي بيشتكي ربنا الخلق ويقعد شفت ربنا بقى وانا هيحصل فيا ايه ورحت وجيت ورجليا وايديا والعيال والدنيا والمجتمع والناس والشغل والرزق ده كده مش صابر. واللي قلبه يسخط على الله عز وجل حتى لو ما اتكلمش، لما بينه وما بين نفسه يقول لك انا زعلان من ربنا، اوعى تقول الكلمه دي ابدا، ده احنا ملناش غيره عز وجل، اتق الله وعلق قلبك بيه. واللي الجوارح بتاعته بقى بتعمل مصايب زي الناس اللي في اي مصيبه تلاقيهم بقى يلطموا ويشقوا الجيوب ويعملوا مصايب ويشدوا في شعرهم، كل الحاجات دي منافيه للصبر. هتقول لي ايه ده يا امير؟ يعني انا لو اشتكيت لحد همي انا كده ابقى مش من الصابرين؟ لو الشكوى هنا فيها شيء مهم يريحك او يفيدك، واحد بيشتكي للدكتور عشان يعالجه، او بيشتكي لحد يقدر يساعده، او بيشتكي شكوى فيها راحه نفسيه ليه ولكنه لا يشتكي الله بل يبين الرضا ويوضحه في كل كلامه، ده برضه باذن الله من الصابرين. اما بقى الراضين دي درجه اعلى بقى، والراضي ده زي ما قال العلماء هو يستوي عنده اصلا البلاء وعدم البلاء، كله من عند ربنا، واللي يجي من عند حبيبي هو راضي بكل حاجه. واللي اعلى من الراضين الشاكرين، اللي بيشكر ربنا على البلاء لانه عارف انه طريقه الى الجنه قبل ما يشكره على الخير والنعمه. فاللهم يا رب اجعلنا منهم. كده عرفنا معنى الصبر، تعالى نتعرف على انواع الصبر. ايه ده؟ هو الصبر له انواع؟ لانه في ناس كتير فاكره انه الصبر هو حاجه واحده بس، هو صبر على البلاء والمصائب، ودي مش حقيقه. احنا عندنا 6 انواع من الصبر. الصبر الاولاني هو الصبر على الامر والنهي. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار اختبار، ومن تمام الاختبار انه جعل للناس شهوات. وشوف من كلمة شهوة كده، شهوة يعني ايه؟ لما تقول انا اشتهي الحاجة دي يعني ايه؟ يعني نفسي فيها، يعني جميلة، يعني حلوة. وجعل اختبارنا في الشهوات دي، فقال لك لا بص بقى، الشهوات دي انت ما تقربش منها هرضى عنك واديك الجنة. هتقول لي الله، طب وليه يخليها حلوة ونفسي فيها ويقول لي ما تعملهاش؟ هقول لك يعني تخيل بقى لو منعك من حاجة انت بتكرهها، قال لك والله لو سمحت ما تشربش ميه مجاري مثلا، طب ما انت ما كنتش هتشربها من الاول. ولكن الاختبار يجب يكون في شيء انا بحبه. وسبحان الله لما بتتعود على انك بترضي ربنا بس، بتبقى شهوتك والحاجة اللي بتحبها في طاعته ورضاه سبحانه وتعالى، فأمرك ونهاك. فلو انت اتبعت اوامر ربنا سبحانه وتعالى فانت جيت على شهوتك، ولو انت وقفت عند النواهي وقلت لا يا رب اللي انت نهيتني عنه انا مش هعمله، فانت حاربت شيء جواك بيميل ليها، والامر ده محتاج صبر. وعشان كده تلاقينا بنقع في الذنوب ونفوق ونقوم، ونقع تاني ونفوق ونقوم، ونقع تالت ونفوق ونقوم، لانها شهوة ومحتاجة صبر. فاللي يصبر ويتك على نفسه، اللي يحارب شيطانه ورغبته، اللي يقف قدامهم بالخوف والرجاء ويصبر على ذلك، فهو من الصابرين. اما بقى النوع الثاني من الصبر هو الصبر على الحياة وتفاصيلها. خد بالك، حياتك اليومية محتاجة صبر. فكرة صحيانك كل يوم على حاجة مفروضة عليك، أنا لازم أروح الشغل يمكن اللي ما بحبوش، أو لازم أروح الدراسة يمكن اللي مش متعلق بيها، لازم أقوم أعمل حاجة مش مبسوط منها، مضطر الأشياء طول الوقت عشان أعرف أعيش وحياتي تستمر. ومنها حاجات تقيلة على قلبي قوي، اللي يصبر عليها يبقى فهم مراد ربنا سبحانه وتعالى منه. قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة هي كده، تفاصيلها دي من باقي الاختبار. لما عرض عليك المال الحرام في الشغلانة اللي انت كان نفسك فيها، هتسيبها ولا هتفضل ماسك؟ لما تأخر عليكي العريس اللي كنت بتتمنيه، هتطلبيه بالحرام بقى وننزل نشوف نعمل ده ازاي ونصاحب بقى ونروح ونيجي، ولا لا يا ربي انا جوهرة مكنونة في مكاني وربنا يرزقني؟ فلما تصبر على تفاصيل حياتك اليومية وتجتهد انك ترضي فيها ربنا سبحانه وتعالى، تبقى من الصابرين. اما بقى النوع الثالث من الصبر
فهو الصبر على اللي كان نفسك فيه وما جاش. انا اعرف ناس حياتهم كلها متوقفه على اللي كان نفسهم فيه وما جاش. ده ما هو لو بس كانت جات لي الكليه الفلانيه ده كنت عملت وسويت، ما لو بس لو كنت اتجوزت فلانه كان زماني اسعد انسان. يا لو حماده هو اللي كان من نصيبي ده كان زماني حريه في الجنه. احلام وطموحات واشياء والله لو جت ما كانت هتبقى الخير ابدا. ربك لا يقدر الا الخير فرضا. واصبر على رفض نفسك للحاجه اللي كان نفسها فيها وما جاتش، وعودها على الرضا بالوضع الحالي. كما قيل لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. والله ربنا لو فتح لنا نوافذ الغيب كده اتفرجنا على حياتنا، لو كان حصل اللي نفسنا فيه وما حصلش اللي احنا فيه دلوقتي كنا هنعيش ازاي؟ والله لكنا نبكي بدل الدموع دم عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا ربي احنا اسفين ان ظننا فيك انك منعت عننا خير، ورب الخير لا ياتي الا بخير. اما بقى النوع الرابع من الصبر فهو الصبر على ما تخشاه في المستقبل. في ناس عايشه يا اخواتي في عذاب عشان خايفه على حاجات لسه ما جاتش. تقول لي يا ابني الشغلانه دي ربنا ان شاء الله يقدر لك فيها خير، يقول لك طب لو رفضوني اعمل ايه؟ انا بقى ايه بقى ايه يعني؟ اجيب منين بقى فلوس لما اترفض؟ يا ابني هم هددوك؟ لا. طب حد قال لك لا هترفض؟ لا انا خايف اترفض. في ناس عايشه بالخوف من الموت. انا خايف حبايبي الفلانيين يموتوا ولا قرايبي الفلانيين يموتوا، ويقعد يتخيل لحظه وفاتهم ويتخيل قد ايه هيبقى زعلان ساعتها. ولا حول ولا قوه الا بالله. يا اخواتي ربنا سبحانه وتعالى اذا ابتلى بينزل مع البلاء لطف، هو اللطيف عز وجل، فلطفه يربط على القلب ويهدي. اللي بيعمل كده في نفسه وقاعد يتخيل ما يخشاه في المستقبل ولا يصبر على ذلك، ده بيعذب نفسه، بيستقبل بلاء ما جاش وبيستقبله كمان بغير لطف. في ناس بتعيش مشاهد موت اهليها ومشاهد ضياع رزقها ومشاهد حياتها وهي كبيره في السن وعيانه وتعبانه ومحدش بيسال فيها، مشاهد ما حصلتش اصلا، يعيشوا المها حقيقي. فلو صبرت على ذلك انك تقول لنفسك اهدي، ما تطالبيش ربنا برزق بكره، ده ربنا ما طالبكيش بعمل بكره. امسكي لسانك، امسك قلبك عن السخط على الله عز وجل على حاجه ما جاتش، وان جات ما يحقلكش تسخط. فان صبرت على ما تخشاه في المستقبل تبقى من الصابرين. اما بقى النوع الخامس من الصبر هو الصبر على حاجه بتتمناها ولسه ما جاتش. التعلق بالمستقبل اللي لسه ما جاش وتخيل حياه لسه ما حصلتش هتعمل فيك حاجه من اتنين: يا هتقنطك من ربنا سبحانه وتعالى لما الامر ده يتاخر، يا اما هتقعدك عن العمل لانك عشت لذه لسه ما وصلتلهاش اصلا، فتخدع نفسك وكانك حققت المراد. فمن حقك تحلم وتخطط، ما بقولكش ما تحلمش وما تخططش، لكن ما تستعجلش ان الحاجه اللي انت بتتمناها تيجي، وما تفرضش على ربنا سبحانه وتعالى وكانه فرض عليه انه يجيبها لك. وتعلم انه انا منتظر الخير من ربنا سبحانه وتعالى، اتمنى واحلم وادعي واثق في حكمته عز وجل، واثق في كرمه عز وجل، واثق فيما اعطاني انه الخير. فلو صبرت على الحاجه اللي بتتمناها ولسه ما جاتش، لا لسانك اشتكى ولا قلبك سخط ولا جوارحك عملت حاجه لا ترضي الله، تبقى من الصابرين. 5 أنواع كلهم يمكن جداد علينا، والسادس هو اللي احنا عارفينه بقى: الصبر على البلاء. وكنا عاملين حلقه كامله عن ازاي تتعامل مع البلاء الاسبوع اللي فات، ارجع وشوفها وما تكسلش. حلقه هتساعدك تتعامل مع البلاء صح، فربنا يرضى عنك في الدنيا تعيش سعيد وفي الاخره تدخل الجنه. والصبر على البلاء ملوش غير طريق من 2 يا اخويا: صبر بالله وصبر لله. صبر بالله انك تصطبر بيه، انك تقول له يا رب، انك تفرش سجادتك وتقف بين يديه عز وجل وتدعيه في الثلث الاخير من الليل، انك تنزل دموعك على سجادتك وانت في السجود وانت بتشتكي له تقول له يا رب الحقني من البلاء واعني عليه وصبرني وارفع عني وزدني من فضلك وكرمك. واعلى منه صبر لله، صبر فيه انت بترضي ربنا سبحانه وتعالى بصبرك، مش مهم بالنسبه لك اي حاجه الا انه يرضى عنك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ثم أضاف صلى الله عليه وسلم: ولكن عافيتك أوسع لي. فيبقى الأصل عند الصابر لله إن ربنا يرضى، رفع البلاء أو لم يرفعه، ولكن العافية أوسع، فيا رب ارفع البلاء. فإن صبرت على البلاء فأنت من الصابرين. 6 أصناف من الصبر يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب: الصبر على الأوامر والنواهي، الصبر على الحياة وتفاصيلها واللي فيها من آلام وتعب، الصبر على شيء كان نفسك فيه وما جاش، والصبر على حاجة انت خايف منها في المستقبل، والصبر على حاجة انت بتتمناها ولسه وقتها ما جاش، والصبر على البلاء. فاللهم اجعلنا من الصابرين. تمام؟ وإلى هنا أيها الأحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. شايفك وانت بتمشي تقفل كده من غير اللايك لصفحة فيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام، ولا بتعمل شير الفيديو ولا حاجة، أنا زعلان منك بقى. تعمل شير
الدال على خير كفاعله. انا بحبكم في الله، مستنيكم في فيديو الثلاث ان شاء الله. تابع هاشتاج الساعه 7 تلاقي كل الفيديوهات. وكان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.